أنا اسمي ياسمين، عندي 24 سنة، من محافظة الجيزة. متجوزة بقالي سنة تقريبا، بس لسه ربنا مرزقنيش بأولاد يعني. قبل ما اتجوز كان في علاقة حب بيني وبين جوزي أحمد. هو كان زميلي في الكلية، وأنا كنت بحبه قوي قبل الجواز. بس بعد الجواز حسيت إن كان في حاجات أنا ما كنتش شايفاها، لأن هو كان بعيد عني. إنما لما بقى عايش معايا، بصراحة حبي ليه بدأ يقل جدا، لأن أسلوبه بعد الجواز اتغير معايا. وانا لو كنت اعرف كده، انا ما كنتش اتجوزته. وللعلم انا حاليا بحمد ربنا ان ربنا ما رزقنيش منه باولاد لحد دلوقتي، لان انا بصراحة خلاص بفكر ان انا انفصل، ومش عايزة اكمل معاه. جوزي حد سلبي جدا لاقصى درجة، ما عندوش بربع جنيه ذرة غيرة عليا، ما بيغيرش عليا خالص. مفيش مرة اكون نازلة من البيت مثلا ولابسة لبس ضيق او حاجة ويعلق عليه او يقولي مثلا ده ضيق او بلاش اللبس ده، مع انه لو منعني انا هكون فرحانة جدا علشان غيرته عليا. يعني دي حاجة هتبسطني، بس ما كنتش بلاقيها منه. وحاليا متعرف على شوية شباب مضيعينه ومضيعين الفلوس بتاعة الشغل بتاعته، واللي بيشتغل بيه بيروح يسهر بيهم بالفلوس دي مع اصحابه، ويشرب بالفلوس دي، ويرجع بالليل جدا متأخر، وما بيقدرش يقوم الشغل بتاعه تاني يوم الصبح. هو شغال في مصنع بتاع كرتون، ومن كتر أيام الغياب بتاعته مشوه من المصنع، وقعد يدور على شغل كتير، وفي الآخر بيقول أنا مش لاقي شغل. لحد ما وصلنا فعلا إن مبقاش في بيتنا جنيه، وبقيت أستلف من والدتي فلوس علشان أقدر أشتري حاجات للبيت، أكل وشرب لينا. لحد ما أنا قلتله طيب وآخرتها إيه إن شاء الله. وعملت معاه مشكلة كبيرة جدا بسبب موضوع الشغل ده، وإنه ما بيشتغلش وما بيدخلش جنيه البيت. وانا بتخانق معاه لقيته بيقولي طب ما تشتغلي، ما الستات كلها بتشتغل وبتساعد جوازها، ما تنزلي اشتغلي، ولا انت عايزه الفلوس على الجاهز؟ في الوقت ده عرفت ان انا بكلم حد فعلا مش راجل، وقررت ان انا مش هتكلم معاه تاني في موضوع الفلوس ده. وفكرت فعلا ان انا انزل اشتغل، ومش هعمل له اي اعتبار تاني في حياتي. قعدت افكر هشتغل ايه او فين او كده. وانا المؤهل بتاعي انا معايا بكالوريوس تجاره، بس انا ما اشتغلتش بيه قبل كده. وانا بصراحه مش عارفه ابدا منين. وكل اللي اعرفه هو المنطقة الصناعية فيها مصانع كده اعرفها. يعني المصنع بتاعه اللي هو كان شغال فيه، انا رحت له هناك مرة، فعارفة ان المنطقة دي فيها مصانع كتير. فقلت هروح هناك كده واسأل في كذا مصنع واجرب حظي واسأل. المهم دخلت كذا مصنع، في اللي يقولي لا مش محتاجين دلوقتي، وفي اللي يقولي مثلا على اول الشهر. لحد ما لقيت مصنع، دخلت لقيت واحد واقف جوه، فبقوله لو سمحت في شغل. قال لي طيب ثواني خليكي كده، وراح عامل تليفون وقال لي طب تعالي معايا. وتقريبا كان بيكلم حد من الإدارة جوه. فدخلت جوه قعدت مع حد كده كان لابس بدلة وقاعد على مكتب، قعد يسألني كام سؤال كده، وعرف سني وساكنة فين والمؤهل بتاعي ايه. وقال لي اشتغلتي قبل كده ولا لا؟ قلت له لا ما اشتغلتش قبل كده. قال لي طب بتعرفي تشتغلي على الكمبيوتر؟ قلت له اه بشتغل على قد يعني، بس انا يعني بفهم وبتعلم بسرعة يعني. لقيته قال لي احنا عاوزين واحدة معانا هتكون في الارشيف بتاع المخزن، وهيكون ليكي مكتب وكمبيوتر وهتسجلي عليه كل حاجة هتجيلك، كل حاجة هتدخليها على الكمبيوتر، وهنعلمك احنا كل ده، والمرتب بتاعك هيكون 3000 ونص. فانا فرحت قوي بصراحة، وقلت له طيب كويس جدا، انا ممكن ابدأ من امتى؟ قال لي لا انت هتجهزي بس شوية اوراق الاول قبل ما تبدأي شغل، هتجهزيهم وتيجي. قلت له تمام. ومشيت وانا فرحانة جدا ان انا لقيت شغل. روحت البيت لقيت جوزي نايم، وبعد ما صحي من النوم بيسألني بيقول لي انت كنت فين؟ قلت له كنت بدور على شغل، مش انت قلت لي دوري على شغل واشتغلي؟ انا كنت بدور على شغل. قال لي طب وعملتي ايه؟ قلت له الحمد لله لقيت. قلت له حضرتك بقى مش ناوي ان شاء الله تشوف شغل ولا هتفضل قاعد في البيت كده؟ قال لي هشوف. قلت له عموما براحتك، انا كده كده مقررة ان انا مش هتكلم معاك في الموضوع ده تاني. وبدأت فعلا اجهز في الاوراق اللي طلبوها مني، ورحت لهم بعد حوالي 6 ايام، وكان اول يوم ليا في الشغل.
رحت عند المكتب اللي فيه الأستاذ اللي قابلني أول مرة ده، ومضيت هناك على كذا ورقة. وبعد كده رحت على المخزن اللي في المكتب اللي هو بتاع الأرشيف ده، وكان عبارة عن أوضة صغيرة حوالي 3 متر في 4 متر تقريبا، وفيها مكتب وعليه جهاز كمبيوتر، وفي ورق كتير وملفات كتير قوي. الأوضة دي كانت بعيدة جدا عن المكان اللي العمال بيشتغلوا فيه، يعني المسافة كانت بعيدة جدا. يعني أنا مكنتش بسمع صوت المكن ولا صوت العمال، يعني بحس كده إن أنا قاعدة شغالة لوحدي أصلا في كوكب تاني لوحدي. كانت الدنيا متكركبة خالص في الأوضة، والورق كان واقع على الأرض، الدنيا كانت بايظة خالص. فجالي واحد قال لي إن كان في واحد شغال هنا قبلي، وهو اللي كان ماسك الدنيا هنا بس مشي، وانتي هتكوني مكانه، وهتكوني مسؤولة عن المكتب ده بكل حاجة فيه. قلت له تمام. قال لي في واحدة سكرتيرة بتاعت مدير المصنع، هي مش موجودة النهاردة وهتيجي بكرة، ولما تيجي هتعلمك احنا بنشتغل ازاي على الكمبيوتر وكل حاجة. قلت له تمام حاضر، وسابني ومشي. بعد ما سابني ومشي، منظر المكتب والورق والملفات اللي كانت واقعة على الأرض دي ما كانتش عجباني خالص. بدأت أشيل كل حاجة واقعة على الأرض وأنظمها وأرتبها، وخليت المكتب شكله كويس قوي. بس تعبت قوي في اليوم ده، وروحت البيت وأنا تعبانة جدا. وبصراحة قضيت اليوم ده كله نوم لحد تاني يوم. اليوم اللي بعده دخلت المكتب، وفضلت قاعدة حوالي ساعة مش بعمل أي حاجة. المهم لقيت واحدة داخلة عليا المكتب بتقولي أنا شيماء، أنا سكرتيرة مدير المصنع. المهم سلمت عليها وقالت لي هي جاهزة بقى علشان تتعلمي؟ وقلت لها اه ان شاء الله جاهزة. المهم علمتني، وكان الشغل كان بسيط جدا وسهل قوي. وقبل ما تمشي من عندي سمعنا صوت حد بيزعق جامد قوي، وكان صوته عالي جدا، رغم ان المكتب بتاعي ده اللي هو اللي في المخزن ده كان بعيد قوي. يعني صوت العمال اصلا ما كانش بيكون واصلني، الا ان الصوت ده كان عالي قوي. فانا خفت بصراحة، وبقول لها هو في ايه الزعيق ده؟ قالت لي ده اكيد استاذ وائل ابن صاحب المصنع، تلاقيه شاف حاجة غلط بس. قلت لها ده انا اترعبت من صوته. قالت لي لا ما تخافيش. قلت لها ماشي، وسابتني ومشيت. وانا بصراحة كنت قاعدة قلقانة ومتوترة جدا، لان انا مش هستحمل ان حد يزعق معايا بالشكل ده. بعدها بدأت اشتغل زي ما هي علمتني، وكان ساعتها باب المكتب مقفول عليا، وطبعا بيكون مقفول على طول علشان التكييف بيكون شغال. فجأة لقيت الباب بتاع المكتب بتاعي اتفتح مرة واحدة، ولقيت شاب عنده حوالي 28 سنة 29 سنة دخل المكتب. لبسه شيك جدا، وسيم جدا، أمور جدا. قال لي انت اللي جيتي جديدة هنا؟ قلت له ايوه. قال لي طب اتفضلي اقعدي. طبعا انا اصلا اتخضيت اول ما هو فتح الباب، فانا قمت وقفت عشان كده قال لي اقعدي. قال لي هم قالوا لي ان في حد جديد هيجي يشتغل في المخزن، بس ما اعرفش انك بنت. انا بعتذر طبعا ان انا فتحت عليك الباب مره واحده كده. قلت له لا طبعا ولا يهم حضرتك، مفيش حاجه. بصراحه طبعا انا فرحت ان هو خد باله ان الحركه دي اصلا تضايق علشان ما يعملهاش تاني. لقيته فضل يسألني على كام سؤال كده، وسألني عن اسمي وساكنة فين، أسئلة كتيرة كده. المهم جاوبته عليها وقال لي أنا وائل، أكيد سمعتي عني؟ قلت له أكيد طبعا سمعت عن حضرتك. قال لي عموما لو احتجتي أي حاجة أنا مكتبي فوق. قلت له ربنا يخليك، متشكرة جدا، وراح مشي. اشتغلت حوالي أسبوع، وكانت الدنيا معايا تمام جدا، وما كانش حد بيجي المكتب عندي خالص، وكنت شايفة شغلي على أكمل وجه. لحد ما لقيت تليفون المكتب بيرن عندي، وكان وائل هو اللي بيتصل، وبقى يطلب مني ان انا اطبع له اوراق من عندي تخص الحاجات اللي انا بسجلها على الكمبيوتر، واطلع اعرضها عليه. وكل يوم كان بيتصل بيا مرتين او 3 في اليوم، اطلع اقعد معاه شويه. كان كل مره يقعد يتكلم معايا كأن انا واحده صاحبته مثلا، مش واحده شغاله في المصنع بتاعهم. بصراحه انا بحترمه جدا لانه بيقدرني، وكان كل ما يشوف الشغل بتاعي يشكر فيا وفي الشغل بتاعي، حتى لو قدام الناس. ويوم مع التاني بقى في بينا كلام، وعلاقتنا اتطورت اكتر، وبقينا كويسين جدا مع بعض، لدرجة ان انا ساعات ما بيكونش معايا شغل اصلا، فبقيت اطلع اقعد معاه في المكتب، بقينا نقعد نتكلم سوا. لحد ما في يوم قال لي ان هيبقى في ضغط شغل علينا الفترة الجاية، وبدل ما انا كنت هروح الساعة 5، قال لي لا انت هتطولي معانا شوية لحد الساعة 6 بس. بعد ما العمال يمشوا ويخلصوا، انت في حاجات هتسجليها وراهم علشان التسجيل ده يبقى اول باول. قلت له بس انا مش هينفع اتاخر على البيت، لان انا ميعاد رجوعي معروف.
قال لي طيب لما تروحي البيت النهارده تقولي لبابا او لماما انك هتتاخري ساعه في الشغل علشان في ضغط شغل عندنا. قلت له هقول لجوزي بقى، مش هينفع مش هقول لبابا وماما. قال لي جوزك ايه؟ قال لي انت متجوزه؟ قلت له ايه، مش باين عليا؟ قال لي خالص، سنك صغير وشكلك كمان صغير، محدش يقول انك متجوزه ابدا. قال لي متجوزه بقالك قد ايه؟ قلت له مش كتير يعني، تقريبا سنه. قال لي وفي حاجه بقى معاكي نوم او حاجه؟ قلت له لا بصراحه، وانا بصراحه مش عايزه. قال لي مش عاوزه؟ يعني ايه مش عاوزه؟ مش فاهم. قلت له مش عاوزه اولاد. قال لي معقول في حد يقول كده؟ ده الناس كلها بتتمنى عيل. قلت له بصراحه انا نفسي بس مش هينفع. قال لي لا بصي بقى، انا عاوزك كده ايه، تفهميني بالراحه علشان انا مش فاهمك، يعني ايه نفسك وفي نفس الوقت مش عايزه؟ المهم حكيت له كل حاجه عن جوزي وعرفته سبب نزول الشغل ايه. قال لي انا ما كنتش فاهم كل ده، بس دلوقتي انا فهمت وانتي معاكي حق. قال لي طيب يا بنت الناس، ايه اللي جبرك على العيشه معاه؟ انتي ما شاء الله جميله وحلوه قوي واموره جدا، والف واحد يتمناكي. قلت له دلوقتي لو انا اتطلقت منه اكيد مش هلاقي حد يتجوزني، مش متجوز قبل كده، او اكيد هكون زوجة تانية وعيشتي حاسة ان هي هتكون اصعب من كده. قال لي ومين قالك انك هتكوني زوجة تانية؟ وارد تلاقي حد يعرف ظروفك ويتجوزك. قلت له مش عارفة والله، هفكر كده واشوف هعمل ايه. وفعلا كلامه معايا خلاني اعيد تفكيري تاني في موضوع جوازتي ده، بس ما كنتش عارفة انفصل ازاي عن جوزي او اعملها ازاي او ابدأ منين. هل اقول لجوزي واعرفه واقول له طلقني، ولا اعمل ايه؟ بعدها بكام يوم قلت لوائل انا عايزاك تساعدني، انا بصراحة بحب نصايحك، قولي اعمل ايه علشان اتطلق منه واخد حقوقي. قال لي لازم هو اللي يطلقك طالما عايزة حقوقك. قلت له ده انسان بارد جدا ومش هيرضى يعمل كده علشان يخاف ان انا اخد منه حاجة. قال لي بقول لك ايه، حياتك ومستقبلك وراحتك النفسية اهم من اي حاجة، بس انت اعملي كذا محاولة معاه وعرفيه انك مش مستحملة العيشة معاه، وهو لو عنده دم هيطلقك. انت جربي بس اطلبي منه الطلاق وشوفي هيقولك ايه. فعلا عملت مشاكل مع جوزي وطلبت منه الطلاق اكتر من مرة، واللي كنت متوقعاه لقيته، فعلا مرضيش يطلقني خالص. وقال لي ان هو هيقف جنبي، وقال لي مش هسيبك ما تقلقيش، وقال لي ان انا ممكن ارفع عليه قضية خلع واكسبها. قلت له بس انا ما اعرفش اي حاجة واصلا معيش اي فلوس علشان المصاريف دي. قال لي ما تقلقيش، انا ليا واحد صاحبي محامي هيمشيلك في الموضوع ده واتعبه عليا انا. في الاوقات اللي انا كنت بقعد فيها مع وائل كنت بحس فعلا انه حد قريب مني، حد بيخاف عليا وبينصحني. بصراحة اكتر حد بيقف معايا وعمره ما بخل عليا باي حاجة، وكأنه هو اللي طلعت بيه من الدنيا، صاحب واخ وصديق جدع، لدرجة اني كنت بسمع كلامه في اي حاجة يقولي عليها من كتر ما انا معتبراه كل حاجة في حياتي، وباخد كلامه ثقة في اي موضوع. وتاني يوم فعلا اتصل بمحامي صاحبه، جالنا المكتب وقعد معانا واتفقنا خلاص اننا هنرفع القضية بتاعة الخلع، وفعلا مشينا في الاجراءات بتاعتها لحد ما الحمد لله ربنا كرمني وكسبت القضية وانفصلت بعدها عن جوزي. بعدها بشهر لقيت وائل جاي بيقول لي على فكرة انا جايب لك عريس. قلت له انت بتتكلم جد؟ قال لي اه والله فعلا بتكلم